السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. وازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، ويا رب تكونوا بخير. طبعا يا حبايبي، اللي اول مرة يشوف قناتي ينزل يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس. وطبعا يا حبايبي، من غير طبعا كلام، ما تنسوش طبعا اللايك وتنسوش الشير. حبايبنا الجداد طبعا، المشتركين الجديد طبعا يا حبايبي، انا بشكرهم طبعا. يا رب يوفقنا ويوفق يا رب الجميع يا رب. طبعا يا حبايبي، احنا النهارده هنعمل قرنبيط. طبعا القرنبيط ده من الاكل طبعا الشتوي. طبعا دخلنا على فصل الشتاء، كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا جبت قرنبيطه، بس انتوا شايفين طبعا ما يطولش طبعا عليكم. جبتها ورحت قطعتها وغسلتها طبعا حلو. طبعا هنا يا حبيبي، التقطيع اللي انتوا بقى ايه بتحبوه. في ناس بتقطع تحبها كبيره، قطعه كبيره، وفي قطع صغيره زي ما انتوا عايزين. بس انا بحبها كده وسط، ولا كبيره ولا ايه، ولا يعني صغيره يعني كده. وهنا هتلاقي في صغير وفي يعني كبير، لاني انا باجي اقطعها بتبقى تبع برضو الحته اللي بقى بتنفع اصغرها بروح مصغراها، اللي ما ينفعش بخليها زي ما هي. في هنا كده الطبقه اللي هنا دي فيها كده العنقود ده، بروح شايله منه، بنروح شايلين منه الطبقه دي. شايفين؟ بنروح شايلينها كده، بتبقى متشاله كده طبعا يا حبايبي، اهي زي ما انا شايلها كده. ليه بقى طبعا بنشيلها كده؟ بنشيلها كده الخلطه تمسك كده طبعا، وايه ما توقعش. اهو شايفين انا مقشراها كده، يعني كده السكينه وايه مقشراها. وطبعا احنا معلقين على ميه طبعا بتغلي، وهنعمل له خلطه. وهنقلي النهارده، هنعمل قرنبيط وغدوه حلوه ان شاء الله، وجنبها طبق سلطه كده حلو طبعا، وهتبقى ان شاء الله احلى فعلا غدوه. الشتا عايز الاكل اللي بيدفي ده. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك، اعملوا لايك وتعملي شير. يلا لو انت لسه عملتش لايك انزلي اعملي بقى لايك بقى، عشان نشوف القرنبيطه الجامده بقى النهارده دي. هنروح بقى نسلقها بقى. طبعا هنعمل لها خلطه جميله، وهقول لكم انا بعملها ازاي، والطريقه طبعا بتاعتي، وطبعا التكات طبعا بتاعتي اللي انا طبعا معوداكم طبعا عليها. وهنسلقها مع بعض وهنعمل لها الخلطه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. ادي طبعا هنا معلقين على طبعا الميه هتغلي دلوقتي. يعني احنا هنحط معانا طبعا معلقه كبيره ملح، نص معلقه صغيره كمون. طبعا دوت لازم طبعا، عشان طبعا الغازات طبعا اللي فيه. طبعا هنا هننزل معانا بالقرنبيط طبعا معانا، ما بياخدش وقت طبعا خالص. طبعا احنا حاطين طبعا معلقه ملح. ننزل طبعا الكميه طبعا كلها. انا عامله في حله واسعه عشان ايه انزل بالكميه طبعا كلها. تعالوا بقى كده يا حبايبي نشوف بقى القرنبيط استوى ولا ايه. هنشوف طبعا دلوقتي طبعا مع بعض. طبعا سبته طبعا شويه. طبعا احنا بنعرفه ازاي بقى، عند العنقود كام هنا كده. لو هو كده خلاص كده، لو طري معانا الحته دي من فوق هو كده خلاص كده بقى ايه، استوى كده. احنا خلاص كده هنشيله بقى. لازم يا جماعه يكون مستوي حلو، وفي نفس الوقت ما يكونش مهري يعني، عشان يستحمل معانا واحنا يعني بنقليه. ادي بقى هنشيلهم بقى دلوقتي المصفى عشان ينزل الميه. بسم الله. وهنشوف هنعمل الخلطه بتاعته ازاي. طبعا احنا هنا معانا الخضره اللي بنحط على يعني القرنبيط، بنحط عليها كزبره بس، كزبره، وممكن نحط عودين مثلا بقدونس، لكن ما نحطش فيها شبت خالص. ومعانا 5 بيضات، ومعانا معلقه مع بيكنج باودر كده كنت انا فاتحاه، وفاضل فيه حبه قد يعني كده معلقه، فهناخدهم برضو. ومعانا طماطميتين طبعا، طعم يديلها طعم يعني حلو. يعني جربوا الطريقه دي يعني ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ومعانا طبعا الدقيق. طبعا الدقيق هنا ملوش طبعا مقدار، احنا بنحط الدقيق على قد السوائل اللي احنا هنحطها، وعلى قد العجينه. عايزين الخلطه ما يكونش ولا تقيله
ولا ايه ولا يعني كده خفيفه، تكون كده وسط. بس في ناس بتحبها تقيله وفي ناس بتحبها خفيفه، لكن انا بحبها وسط. طبعا الدقيق ملوش ايه مقدار، احنا بنزود الدقيق على حسب المقدار اللي احنا عايزينه. ومعانا معلقتين كبار نشا توم مفرومه، ومعانا ملح، ومعانا معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره فلفل اسمر، ومعانا كركم. الكركم يا جماعه بيديله لون كده حلو، يعني بيبقى لونه اصفر كده. المفروض ان انا احط معلقه يعني ايه كبيره، بيديله لون يعني حلو، بس للاسف يعني ما عنديش يعني تاني، لسه لما انزل بقى هبقى اشتري. ماشي كده يا حبايبي. طبعا معاها طبعا ملح. هنعملها ازاي بقى يا حبايبي الخلطه دي؟ طبعا انا هجيب شفشق الخلاط وهنعملها طبعا مع بعض طبعا دلوقتي. طبعا جبنا طبعا الشفشق طبعا معانا، هننزل عليه بالبيض. بسم الله. ادي البيض وادي الطماطم، ننزل بالطماطميتين، وهنخلي بقى الدقيق دوت، وهنخلي الحاجات دي دلوقتي. وهننزل بالثوم. طبعا احنا طبعا يا حبايبي ضربناهم طبعا حلو. هننزل هنا ميه، وبرده هنضربهم برده تاني. معانا بقى بالدقيق طبعا معانا. ننزل اول حاجه بالنشا، معلقتين طبعا. النشا بيخليه طبعا يا جماعه بيديله سنه كده قرمشه كده حلو. بالدقيق بقى معانا، دول يعتبروا كده كوبايه. انا هحطهم طبعا كلهم وايه، وطبعا اخلطهم، اضربهم في الخلاط كده. هنشوفها هي كده سمكها كده تقيله ولا يعني كده خفيفه متوسطه. هنجيب بقى الطبق اللي احنا هنفضيها طبعا فيها. هننزل بقى طبعا بيها هنا. بسم الله. التوابل طبعا معانا ملح وكمون وفلفل اسمر وكركم. طبعا الكركم المفروض احنا نزود الكركم بقى، بس انا ما عنديش بقى للاسف، لسه هنزل بقى اشتري. ننزل بقى معانا بالخضره. طبعا معانا معلقه بيكنج باودر، هم اصلا يجوا اصلا معلقه. تقعي تعالي هنا عشان ما تبقاش يا جماعه مكتومه طبعا معانا، تبقى هشه كده وحلوه. نقلبها طبعا حلو كده. هو كده السمك بتاعها ده كده حلو، ولا تقيله ولا يعني خفيفه، دي كده وسط كده طبعا يا جماعه. في ناس بيحبوها بقى خفيفه، في ناس بيحبوها بقى تبقى العجينه الخلطه تبقى تقيله، فكل واحد على حسب، بس انا بحبها كده، هي كده حلو. ننزل معانا الخضره طبعا معانا. بسم الله. طبعا هي كان ناقصه طبعا حبه طبعا كركم، بس خلاص بقى يا جماعه بقى، يلا مفيش بقى، هنعمل بقى ايه بقى. انا لسه هنزل بصراحه وهشتري التوابل طبعا اللي طبعا ناقصاني. هي كده بقى جاهزه، هي كده بقت جاهزه طبعا معانا. هنروح بقى نعلق على الزيت عشان نقلي طبعا ايه على طول. طبعا هنا معلقين على الزيت، ولازم يكون زيت نضيف، يعني اول مره نستعمله عشان يبقى يطلع معانا القرنبيط، يطلع معانا حلو ولونه حلو كده طبعا يا حبايبي، ما يطلعش معانا اسمر وما يغمقش طبعا معانا.
وطبعا بعد كل طاسه هننضف الزيت كده، بواقي الخلطه لازم طبعا نشيلها كده. الزيت طبعا سخن طبعا معانا. بسم الله، نزيد القرنبيط. بسم الله ما شاء الله. يا ريت يا حبايبي تكون وصفاتي بتعجبكم، ويا رب تكون سهله وبسيطه. كده كده بقى يا حبايبي. بقى لونها دهبي ازاي. بسم الله، هنطلعها بقى على خضره معانا. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا حبايبي، يا ريت يا حبايبي تكون الطريقه بتاعتي تكون طبعا عجبتنا، مع طبعا السلطه جميل طبعا يا حبايبي. احلى طبعا غدوه طبعا النهارده. ايه يعني رايكم القرنبيط النهارده الجميل دوت اللي شكله تحفه دوت؟ صراحه يا جماعه الطريقه ديت جميله جدا، وبيبقى طعمه حلو وسهل يعني وبسيط. يعني لو انت اول مره تشوفي قناتي تدعموني يا حبايبي، وتشجعوني باللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اتمنى يا رب ضيفة خفيفه طبعا عليكم،